إلى الرأي العام، منذ بداية الأزمة السورية لعبت الدولة التركية الدور الأسوأ في تأجيج نار الحرب في سوريا، سعيا لفرض أجندتها الخاصة ولغايات توسعية لإعادة أمجاد السلطنة العثمانية. لقد بدأ التدخل التركي في سوريا باحتلال مدن الباب، طرابلس، إعزاز، ثم استهداف منطقة عفرين بهدف محو هويتها الكردية بعمليتين عسكريتين تحت مسمى درع الفرات وغصن الزيتون. وفي 9/10/2019 نفذت دولة الاحتلال التركي وبمساندة الفصائل المسلحة المرتزقة التابعة لها عملية عسكرية اسمتها نبع السلام على مناطق سريكانية رأس العين وقرية سفيف الأبيض، مستخدمة فيها مختلف صنوف الأسلحة المتطورة والمحرمة دوليا ضد السكان المدنيين العزل، مما أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين ونزوح عشرات الآلاف من بيوتهم ومدنهم وقراهم وتشردهم في المخيمات والمدن المجاورة، تفريغ المنطقة وتهجير سكانها الأصليين ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وإحداث التغيير الديموغرافي وتغيير في التركيبة السكانية للمنطقة. وبالرغم من توقيع دولة الاحتلال التركي اتفاقيتين وقف إطلاق النار مع كل من روسيا وأمريكا، إلا أنها ما زالت مستمرة بقصف المدن والقرى في شمال وشرق سوريا كتل عين عيسى وغيرها، لنشر الخوف والفزع بين المدنيين والتفريغ المنطقة وضرب البنية التحتية وباستهداف مراكز المياه والكهرباء، مما أدى إلى حرمان آلاف المدنيين في منطقة الفسكة وما حولها من مياه الشرب واستخدام المياه كسلاح حرب، مما يعد انتهاكا لكل المواثيق والأعراف الدولية وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما استهدفت آلة الحرب التركية المعالم الدينية والثقافية والأوابد التاريخية للمنطقة لتخرج بمشروع استيطاني جديد تحت مسمى العودة الطوعية لتوظيف مليون لاجئ من عائلات الفصائل المسلحة وأحداث تغيير ديموغرافي وتغيير في التركيبة السكانية للمنطقة. إنما تقوم به الدولة التركية من جرائم وانتهاكات واحتلال لأراضي سورية جديدة بحجج وذرائع واهية تهدف من خلاله لزعزعة حالة الأمن والأمان والاستقرار وحالة التعايش والتآخي بين الشعوب في المنطقة، ومن أجل ضرب مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي أسسته شعوب المنطقة، والذي يعتبر التجربة الأكثر نجاحا وتميزا في جغرافية سوريا. كما أن هجماتها العدوانية بالطائرات المسيرة التي تحلق يوميا مستبيحة أجواء شمال وشرق سوريا لاستهداف المدنيين والقياديين والشخصيات البارزة، واستهداف المرأة القيادية والرائدة بشكل خاص لكسر إرادة المرأة التي حققت إنجازات ومكتسبات وانتصارات وأبهرت العالم وأعطته درسا في النضال والمقاومة بقهرها أعتى التنظيمات الإرهابية المتمثلة بتنظيم داعش، والتي عاهدت نفسها في قيادة المجتمع والحياة نحو الحرية والسلام والمساواة. إنما تقوم به الدولة التركية ومرتزقتها في المناطق المحتلة من شمال وشرق سوريا من جرائم وانتهاكات قتل وخطف تهجير واغتصاب نهب للممتلكات وتغييرات ديموغرافية، والذي دفع إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الصامت والعاجز أمام المصالح الدولية. إننا في منصة الفعاليات إذ نستذكر كل الشهيدات والشهداء بكل إجلال واحترام، فإننا نستنكر الصمت الدولي أمام ما تقوم به الدولة التركية من جرائم في المنطقة بحق شعوبها وبحق المرأة بشكل خاص، ونطالب المجتمع الدولي بكل هيئاته المعنية بتحمل مسؤوليته الكاملة لوقف انتهاكات الدولة التركية وقصفها المستمر لمناطق شمال وشرق سوريا وفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا. كما نطالب الدول الفاعلة في الشأن السوري والضامنة لوقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم بالضغط على دولة الاحتلال التركي لإنهاء احتلالها للأراضي السورية، وندعو منظمات حقوق الإنسان والتنظيمات النسائية السورية بالتكاتف معا والوقوف في وجه أطماع الدولة التركية وممارساتها اللا إنسانية بحق المرأة في المناطق المحتلة. كما نتوجه إلى جماهير شعبنا وكافة مكونات شمال وشرق سوريا في الدعوة للوقوف صفا واحدا في مواجهة مخططات الدولة التركية وحروبها الخاصة وتكثيف النضال لحماية حالة الأمن والاستقرار والعيش المشترك والتآخي في شمال وشرق سوريا. المجد والخلود لشهيداتنا وشهدائنا الأبرار، الخزي والعار للدولة التركية.